السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدتكم يوم الجمعة مع بعض إن شاء الله. ربنا يخلي لي عادل شوية هعمل له ورشها عشان أطبخ تحتها، لأن قررت إن أنا أعمل كل حاجة فوق كده وأنا قاعدة، ونتغدى كمان هنا إن شاء الله. أنتوا عاملين إيه يا حبايبي؟ وحشتوني كتير. طبعا طلعت الحاجة بتاعتنا والبوتاجاز اللي أنا بطبخ عليه وأنا قاعدة، فإن شاء الله يعني شايفين إن شاء الله كده هنرتب أمورنا وهنشغل الفيديو بإذن الله. خلاص يلا نبدأ. انا قلت بقى نفطر الاول على ما اقشر التوم كده، عشان يعني في ناس طلبت مني سلق الفراخ، فانا هسلق الفرخه قدامكم واعرفكم هي يعني بسيطه خالص وسهله، وازاي تخليها تبقى حلوه ولها نكهه وريحه وطعم زيها زي شوربه اللحمه ما شاء الله. يعني بتبقى جميله جدا وعيالك بتحبها، مش تبقى مثلا مايعه ووحشه. فانا هخلص كده على ما نفطر وان شاء الله احنا مع بعض اهوت. وصباحكم عسل، صباحكم هنا، صباحكم خير على كلامكم الحلو، على كومنتاتكم الحلوه. ربنا يخليكم ليا، والله بتدوني دفعه جميله جدا جدا. ودلوقتي وانا بعمل هرد على كومنتاتكم الجميله اللي اتكلمتوا فيها. وبحب اشكر جارنا واخويا الصغير اللي متربي معايا ومع اخويا، يعني هو يعني من دور اخ ليا صغير يعني، واخو صاحبتي يعني العزيزه، وربنا يخليهم ليا، ما انحرمش منهم ابدا، متربين مع بعض. بعت لي كومنت حلو، الحمد لله الحمد لله على نعمه الفضل وحب الناس، ده نعمه يا جماعه، والحمد لله على الخير. يعني ان ربنا بعتكم ليا علشان الدفعه دي. انا بشوف قنوات كتير صغيره زيي ما بتبقاش عليها كومنتات حلوه زي اللي ربنا وهبها ليا. الحمد لله على كل شيء. وهنفطر كده مع بعض وهنشغل الكاميرا تاني. مغسوله، لابد تبقى مغسوله كويس جدا. يعني انا كنت نقعاها في ملح وليمون وخل وما شاء الله كمان يعني نقطه سكر صغيره خالص. ده ما شاء الله بيخلي ريحتها حلوه قوي، او ما فيش ريحه زفره ولا اي حاجه. طبعا انا لازم انشلها من الميه دي كده، لانها مهما يكون هتنزل من ايه في النقع ده، بتنزل منها الدم واي حاجه وحشه. خلاص، بس بعد ما تتغسل كويس، يعني انا غسلتها كويس خلاص. هنا بقى انا هشطفها برده بعد الميه بتاعتنا ده كده. بحب ان انا ايه ادلق عليها حبه ميه تانيين، يعني اشاهدها. يعني تتوم الله يرحمها تقول لي ايه شهدي الزفر بتاعك قبل ما تحطيه في شوربتك، يعني تقول لي شهديه. خلاص من بقى بطبخ فوق بحس ان انا لسه احس الوالده بيضحكوا. استني انا، استني يا وائل خليك عندي. خلاص كده ما شاء الله. هنسيبها بقى معانا كده، بس انا هوقفها كده بس عشان تصفي اي ميه فيها او اي حاجه وحشه. هاجي بقى على الحله بتاعتنا. طبعا حلال عاديه يا جماعه، ما عنديش الحلل اللي هي بالكم فيها. انا ست بسيطه وبطبخ بالبساطه بتاعتي، وفي حللي يعني ايه ما بجودش في الحاجه، او مش هروح طبعا في الوقت الغلا اللي احنا فيه اشتري حلل عشان اطلعها. الموجود عندي في بيتي هستعمله وهتوكل على الله. خلاص، بسمي بسم الله. انت عندك زبده حطي ايه حته صغيره، سمنه بلدي حطي حته صغيره، سمنه براني حطي حته صغيره. طبعا اي حاجه بتستعمليها. انا هحط نقطه زيت صغننه خالص في الحله بتاعتي دي، صغيره خالص. تمام. معايا ايه؟ معايا طبعا انا قشرت توم، ومعايا الطماطم بتاعتي. الطماطم بتاعتي انا هقطعها. خلاص، ده هحطها في ايه في الشوربه بتاعتي. بس هستنى بصمه الحله ونقطه الزيت اللي انا حطيتها عشان ما يبقاش ليه جخره. اي زيت يا جماعه ليه جخر، لازما تخليه يعني ايه النار تقدحه كده، بس قدحه بسيطه يعني مش تحرقيه. خلاص خلاص خلاص، هي كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط معايا ايه الثوم والطماطم اللي انا قطعتها. خلاص، والبصل بتاعي ده قرن فلفل واحد اهوت، انا غسلاه ومنضفاه. هحط اهو، هقطع ده كمان، البصله دي عليها كده كمان. ادي كده ايه، وهوطي البوتاجاز بتاعي، مش هخليه عالي. خلاص كده. ادي الايه، ادي الشوربه بتاعتي يا جماعه، وادي سليق الفرخه اللي انا بعملها. ريحتها ما شاء الله والله العظيم الحاجه ريحتها، لانك انت قادحه الحله بتاعتك. يعني انت دلوقتي ده الفرخه صدمه والحاجه اللي معاكي صدمه، الريحه بتاعتها بتطلع على طول جميله وبتبقى حلوه قوي. خلاص كده احنا مع بعض واحده واحده. طبعا انا هحط ايه ورقتين لورا، اختي وحبيبتي
وصاحبتي وما اقول لكم يعني اقرب حد ليا مهدياني يا جماعه بالورق اللورا والحاجات الجميله ديت. ربنا يا رب يصلح لها حالها ويرزقها الخير ويوسع عليها ويخلي لها اولادها وجوزها يا رب. هي اللي مهدياني الحاجه ديت وقالت لي بقى ايه بما ان انت بتعملي وكده اوامر جامد يا امي. خلاص معانا انا حطيت ورق اللورا وحطيت معايا قرفه خشب. ما تحطيش ناعمه، حطيها خشب كده زي ما انا حطيتها عشان الناعمه بتسمر لك الشوربه، تخلي لون الشوربه بتاعتك ايه اسمر. عندي بقى ايه اللي هو برضو ده من العطار يا جماعه. دي معايا هي ما شاء الله حبايه حبهان وورد مجفف وكده من من العطار ده. حاجه بسيطه بس كده مش ياما، ما بحبش انا كتر الحاجه عليه. خلاص لسه جايبين الحاجه من السوق على ما نفضيه. ومعايا برضو ايه بهارات فراخ، حاجه بسيطه كده. الفلفل الاسمر فين طبعا. معايا برضو حبه كمون. انا بحب الكمون، بحب الكمون في كل حاجه، بحب طعمه في كل حاجه. والله ما بيبوظ الشوربه بتاعتنا، بالعكس ده بيزودها حسن وجمال، بتبقى جميله جدا. بس ما تحطيش ياما، حط حاجه بسيطه. انا هغطي عليها واسيبها شويه. معايا اهي هغطي عليها واسيبها ايه ثواني كده. ما شاء الله الفرخه معانا اهي. انت بقى عندك حبه فلفل اسمر حطيهم. بصراحه يعني الفلفل الاسمر نزلت دورت عليه ما اعرفش ما انا البنت حاطاه فين. ما شاء الله شميت ريحتها والله يا جماعه، ريحتها طالعه ما شاء الله. انا طبعا مش هغشكم ولا حاجه، اعمليها بالطريقه دي وجربيها. انا بغلي لها ميه وهرجع تاني اعمل ميه لسليق الكرنب معايا. ليه انا ما بحبش احط ميه ساقعه. يعني انا خلاص عملت فرختي كده بالتكه الجميله دي، ما بحبش احط عليها ميه بقى ساقعه، بل بعمل لها ميه واقوم مزوداها عليه. خلاص انا هسيبها كده مع نفسها لما تنشف كمان شويه. والله بتبقى جميله جدا جدا جدا. الطماطم قرن فلفل لو في جزر كمان مفيش مشكله، بتبقى حلوه قوي 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 وريحتها بتبقى حلوه. وحط عليها حبه فلفل اسمر بيخليها جميله جدا جدا وتخش منها الزفار. واهم حاجه معانا هو غسيل الفرخه. غسيلي فرختك كويس جدا تبقى حلوه. طبعا انتوا عارفين غلو الحاجه اللي احنا فيها، ان كان طماطم او ان كان كرنب او اي كان. بس طبعا بس عيالنا ولادنا ملهاش ذنب، بيبقوا نفسهم في الحاجه مهما يكون. انا معايا الطماطم، انا جبت طماطم الحمد لله من السوق عشان اعمل الكرنب. وفرمت معاها 4 قرون فلفل وانا بعملها بقشرها يا جماعه، بعملها بقشرها. قرب الكاميرا كده هتلاقي فيها فلفل اخضر، ويا سلام بقى لو احمر كمان بيزيدها حسن. تضربها في الخلاط معاها بتبقى ناعمه وحلوه وبتدي نكهه للمحشي جميله قوي قوي. جربيها وهتدعي لي بعدها. انا بحب ورق اللفت قوي، وحشني اللفت ده جدا لان انا بحبه. كانت الله يرحمها والدتي تحبه قوي قوي، وكانت تجيبه وتقول لا انا مش فاضيه اعمله لانها كانت ست مكافحه برضو وبتشتغل وبتسرح يا جماعه وعلى قدها. فكانت بتجيبه ليا وكنت بعمله انا لها واعمل لها بقى مفاجآت، ان انا ابقى افاجئ والدتي ان انا اللي عملت المحشي. والله كان سني صغير ايامها، يعني انا كنت طالعه من 5 ابتدائي وعملته لوالدتي وكان ما شاء الله عليه جميل جدا. وجبت برضو الكزبره. انا بحب كتر الخضره على المحشي، ولو هي الخضره رخيصه شويه عن كده كنت انا جبت. انما الحمد لله على نعمه ربنا علينا الحمد لله. خلاص فانا هسلق حاجتي كده مع بعض وكل حاجه مع بعض، ما تستعجلوش احنا مع بعض اهو. ربنا يخليكم ليا ما نحرمش منكم ابدا ويوسع عليكم ويوسع علينا. قولوا اللهم امين. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. الميه بتاعتنا اهي ودي الفرخه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت لو عندك حاجه تانية يعني حاجه خفيفه كده ممكن تعمليها على قد. ما شاء الله ادي شربتنا يا جماعه. وانا هزود الميه اللي معايا دي علشان خاطر اسلق فيها الكرنب بتاعي. خلاص وادي الشوربه بتاعتنا اهي. بس انا هسيبها طبعا تغلي لان هتغلي على طول معانا. مش شايفين ما شاء الله غلت معانا. احسن ما تحط عليها ميه ساقعه، ده اكبر غلط. انما انت ما تحط عليها ميه بتغلي على طول وبتفضل ريحتها حلوه بتفضل جميله وما شاء الله ما بتعملش رغاوه كده على الوش ياما وحاجات من دي. خلاص شايفين الجمال، شايفين الشوربه بتاعتنا، شايفين. لو انت عايزه شوربتك حمرا شويه عن كده ممكن حبه صلصه طماطم تحطيها
يعني مع الحاجه، مع حبه الزيت تقوم جايه طشاهم مع الفرخه مع الطماطم مع البصل مع كل حاجه اللي انت عايزاه. شوربتك ديت ممكن تحطي فيها كل حاجه انت نفسك فيها. خلاص. بس كل شيء برضو في المعقول بيبقى حلو، عشان ما نضيعش ريحه الحاجه اللي معانا او مثلا معناتها. خلاص. الملح بقى، انا ما حطيتش عليها ملح في الاول، بس انا هحط الملح دلوقتي عادي مفيش مشكله. انا اصلا ما بحبش احط ملح في اول الحاجه كده، علشان تستوي معايا بالعجل يعني. لان الملح لما تحطيه في الاول الحاجه ما بتستويش معاكي بالعجل، فانا عايزاها يعني ايه تستوي تبقى معايا حلوه. خلاص مفيش مشكله خالص. خلاص كده. هحط معلقه ملح في الميه بتاعي سلق الكرنب. خلاص، معلقه ملح اهي. وهمسك بقى ايه اقطف بقى الورق الطري معانا من ورق اللفت ده. هقطف الايه الورقه اللي هي الطريه دي واجهزها، وبعد كده بقى انضف بقى اللفت بتاعي بقى ايه على راحتي كده. خلاص. بيبقى جميل والله يا جماعه، جربيه كده، اللي ما جربتوش تجربوا والله بيبقى طعمه حلو، او ممكن يكون احسن من الكرنب كمان. بس طبعا تبصي في الورقه كويس وتغسليها، يعني انا هغسلها دلوقتي وتبصي في الورقه. انا متاكده ان انا جايباه باصه فيه كله، وانا جايباه من السوق باصه فيه لا فيه دوده ولا اي حاجه، يعني بصراحه نضيف يعني. بس في ساعات بتجيبيه تلاقي فيه دوده واقفه عليه، فانت تبقي شايفه وعارفه انت جايبه ورقتك ازاي والحاجه بتاعتك مش تسلقي بس وخلاص. لا طبعا الواحد هيغسله من الرمل، شوف عليه رمل ازاي، فالواحد هيغسله من الرمل ده. وبسلقه بعد الكرنب مش قبل الكرنب، بعد الكرنب. ما شاء الله ريحه الشوربه طالعه جميله جدا. انا هوطي عليها اهي وهسيبها. طالعه الريحه بتاعتها حلوه قوي 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 قوي. بسم الله كده، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا كده يوم جميل وظريف بيكم ان شاء الله. يعني ببقى مبسوطه كده وانا قاعده معاكم والله، مهما يكون الصعوبات اللي على الواحد، بس ببقى مبسوط وفرحان ان هو قاعد وياه. طبعا معلش بقى كمان انا جديده ان انا بقى باجي اطبخ قدامكم كده. يعني الواحد على راي اللي بيقول بيبقى ساعات برضو يعني الموضوع مش سهل ومش بالبساطه اللي احنا متخيلينها. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبني بقى على جنب عشان الشوربه بتاعتنا والله العظيم انا ما عملت فيها اكتر من اللي انتوا شفتوه. شايفين ما شاء الله ريحتها جميله ورايقه ازاي وحلوه، وعلى طول غلت معانا، وريحتها جميله جدا جدا، وتحسها صافيه كده تشربي منها الحبه ما شاء الله، وتزودي بيه اكلك، تحطي على الاكل كده يبقى شكله حلو. انا ما كترتش بهارات، لان كتر البهارات بتسمر الشوربه بتاعتك. عايزه تكسبي شوربتك ما تكتريش بهارات عليها. ادي الشوربه بتاعتي يا جماعه ما فيهاش اي حاجه. انا طبعا طبخه الفرخه بتاعتي انا شارياها بالحوايج بتاعتها وطبختها بالحوايج، يعني ممكن اي حد يقول ده طبخه مع انا بطبخها بحوايجها يا جماعه. احنا بلد فلاحين وارياف وكلنا بنعمل الحاجه باللي حواليها يعني. خلاص. هسلق الكرنب بقى، اقفلي على مسلق الكرنب. طبعا دلوقتي هنقلل المحشي. انا سلقت خلاص الكرنب بس لسه بقى عايز يتغسل حلو. اللي بغسله مره واتنين وتلاته، فانا هنزل تحت اغسله تحت الحنفيه مره واتنين وتلاته واجيبه اقطعه هنا. وما شاء الله الفرخه بتاعتنا خلاص حالا وهنشيلها من الشوربه بتاعتها. شايفين الجمال، شايفين جمالها وحلاوتها. الله عليها وعلى ريحتها وعلى طعمها ما شاء الله. والله دقتها يا جماعه والله يعني تسلم ايديا فعلا، تسلم ايديا. الغطا كان هيقع. طبعا انا هقلل انا بحب البصل. عامله البصل اللي كان فايض مني من تقطيع الفرخه حوالي 4 بصلات بس متوسطين، ما همش صغيرين قوي ولا هم كبار قوي. طبعا انا بحب البصل الزياده في قلب في التقليه يعني. نعم يا كوكو تعالي. خلاص فانا هقلل كده واظبط العمل واحنا مع بعض. ماما نعم يا كوكو. عايز العسل ده وايه الجمال ده.
ما شاء الله انا بقلب فيها على طول. وعلى فكره يا جماعه انا كنت دقه فصين توم حطيتهم مع البصله. يعني انا بحبش التوم احطه ني، لان بحس ان التوم ني في الحاجه يعني بيتعب المعده شويه. معدتنا طبعا ما عادتش يعني زي الاول. خلاص انا بقى بحمرها، بس انا بقى بدل ما احط البصله وهي صفرة كده، انا عايزه احمرها سنه كمان، بحيث ان الطماطم معانا تزيد حسن وجمال، تحمر كده وتبقى حلوه. ماشي، احنا مع بعض اهو واحده واحده. وهنشيل بقى اخيرا يعني هحوش الفرخه بتاعتنا، هنشيلها من الشوربه كده لانها استوت الحمد لله. فندى دلوقتي هتستنى معايا لحد ما احط الطماطم، وهتنزل تجيب لي من تحت زي الشطوره كده حله كده صغيره احط فيها الفرخه بتاعتنا. شايفين حاجه كده اما تعملها بحب كده وحسن وجمال، وتبقى جميله ولها ريحه ما شاء الله. يا رب يدوم ما بيننا التواصل يا حبايبي، ودايما كده نبقى مع بعض حلوين. والوقت بقى واحنا بنلف المحشي ان شاء الله نضحك ونهزر شويه. بس طولوا بالكم بس عليا لحد ما ما الدنيا تفك شويه، على احسن الجو نار. الجو انا حاسه ان الدنيا النهارده حر عن اي يوم. بسم الله ما شاء الله. هي حالا هنحط البصله ما شاء الله، لونها كده تحسيه كده اللون الجميل الموردن ده. خلاص ما تخافيش منها، ما بتبقاش ممرره ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده. كانت ندى مفكره ان الحله مش هتاخد الطماطم، بس ما شاء الله خدتها كلها. قلت لها هتاخدها ما تقلقيش. خلاص هنسيبها بقى تتسبك وهنرجع مع بعض تاني. شايفين التقليه وجمالها؟ الله 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 الله. طبعا انا هحط الملح عشان يدوب، هحط الملح مع التقليه دلوقتي، وعشان خاطر ما بحبش احطه مع الرز علشان يدوب كده براحته ويبقى حلو. خلاص. وهحط حبه سكر كمان صغيرين. اي تقليه انا بعملها بحب احط حبه سكر عليه صغيرين خالص. ماشي. انزلي يا دودو هاتي الحاجه يلا. خلاص احنا معلش بقى الصراحه قطع على بتاع يا كوكو. ماشي يا كوكو. خلاص اهو ما شاء الله تقليتنا خلاص حالا يعني لسه يعني فاضل لها تكه بسيطه. ماشي. وانا خلاص يعني طفيت على الفرخه بتاعتي وشربتي هي ما شاء الله ما شاء الله، شربتي هي ما شاء الله جميله. الفرخه بتاعتي برده اهي سبتها ما شاء الله. تعالوا بقى هنا، انا غسلت الرز ده كويس جدا. ده الرز اللي احنا عملناه مع بعض امبارح يا جماعه، انا غسلته. شايفين كمان انا مصفيه من ميته، ما فيهوش ميه ازاي، علشان خاطر لما احط عليه التقليه ما يبقاش كده بيصر ميه. لازم الرز كده يبقى ناشف كده. طبعا والخضره انا خرطتها نضفتها وخرطتها وحطيتها عليه. هحط عليه دلوقتي كمون، شويه فلفل اسمر، تحط عليهم كمان لو كزبره ناشفه بيبقى جميل قوي قوي. وانا حاطه الملح في التقليه، حاطه الملح بتاعي في التقليه بتاعتي، دي حاجه ما تخليش الواحد ينسى. تمام. الحله اللي انا هحشي فيها اهيت، قرب منها الكاميرا. انا حاطه فيها مقطعه الكرنب، العروق الكرنب مقطعاه وحاطاه في الارضيه، بحيث ان انا احافظ على الكرنب ما ينحرقش. يعني اول دور ده ما يبقاش في حرق نهائي، يبقى من اول دور لاخر دور يبقى حلو ما شاء الله. الورق اللي انا قلت لكم عليه اهو ما شاء الله. شايفين انا غسلته حلو وحطاه كده على الوش كده، عشان يبقى يعني مشفشف كده، الميه ما تبقاش شابطه فيه، فاجي اشيله يبقى سهل في الشيله زي ما انتم شايفين كده. اجي اشيله يبقى سهل في الشيله. خلاص. طبعا الكرنب بتاعنا برده ما شاء الله قطعته اهو، غسلته وقطعته على طول هحشي على طول. عارفين ان الجمعه طبعا كان عندي شغل الصبح بدري ورحت السوق وجيت. عارفين ان بيبقى الوقت يعني بيبقى ازف معايا، بس الحمد لله يعني على كل شيء. خلاص انا هبتدي الف المحشي عشان الصلاه هيقول. هبتدي الف المحشي وهوريكم اول دور وهوريكم، بس ممكن ما اتكلمش عشان احتراما للاذان. خلاص. وانا بلف المحشي كده، فانا هخلص وهنبتدي. خلاص انا ضفت ده على ده على ده الحمد لله يعني. وابتدي هبتدي دلوقتي الف المحشي بتاعي، بس انا ما بحبش اتكلم وقت الصلاه، بحب اتصنت ليه كده واسمع. خلاص. احنا هنلف حلتنا كده جري في جري في جري ونعلق عليها، وبعد كده هنرجع مع بعض وهنتكلم. أشهد أن محمد
وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم وحرها. عباد الله، أوصيكم أولا ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له الصبية. بالحجارة قذف النبي صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم من قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو به ما به من الهم والحزن، فأنزل الله عز وجل عليه أمين الوحي جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو شئت الله عليه وسلم إذا أصابه هم أو حزن يقول الحمد لله رب العالمين. عمال في اشتراك. يا سلام على الدلع، يا سلام. خلصنا الحمد لله، حمرنا فرختنا الجميله، وادي المحشي بتاعنا ما شاء الله. انا على فكره يا جماعه في اللف المحشي ما شاء الله في ثواني بكون لفه المحشي. يعني انا بدات والصلاه بيقول وعلقت على المحشي والصلاه بيقول الحمد لله، ويا دوبك هو لسه مخلص في ثواني. يعني ما اتاخرتش عليكم ولا حاجه على ما فتحت الكاميرا. وحشني والله، ودايما حاسين بيا من غير ما اتكلم في كومنتاتكم الحلوه. والله العظيم بحبك يا جميله جدا جدا، ودايما بسال عليكي، دايما بدور على اول واحده منها تبعت لي. يعني بلاقي، يعني ببقى انت عودتيني ان انت يا جميله دايما بتبعتي لي على طول. ورقيه انا ما اعرفش رقيه يعني هي مكتوبه يعني، بس ما اعرفش ان كان اسمها الحقيقي ولا لا. بجد انا كمان بحبك وبعزك من غير ما اعرفك ولا اعرف انت منين. ربنا يصلح حالك يا رب، وربنا يخليكم لبعض انت وايه يا جميله، ويصلح لكم حالكم. دايما حاسين بيا من غير ما اتكلم. ورقيه قالت كلام، كلام ده فعلا فعلا. يعني بصي انا مش عايزه اتكلم دلوقتي، كل شيء بميعاد، كل شيء باوان. يعني ان شاء الله مع الوقت انا هتكلم علشان غيري ما يقعش في غلطات اللي انا وقعتها في الحياه. بس الحمد لله على كل شيء. كل اللي اقدر اقوله لكم ان انا في الوقت اللي الدنيا كلها بتتكلم فيه عن الغلا، بقيت ام واب ومسؤوله عن اسره كامله. انا بس اللي مسؤوله عنهم، تربيتهم، في اكلهم، في شربهم، في ان انا اقضي حاجتهم، اللي عايز حاجه من بره، اللي عايز لبس، اللي عايز مصاريف، اللي عايز مثلا يعمل حاجه، ورق بطاقه، ورق حاجه. والحمد لله نعمه. يمكن ربنا حطني في المسؤوليه ديت عشان انا قدها، ممكن ربنا اداني المسؤوليه دي عشان اخش بهم الجنه ان شاء الله. او مثلا عارف ان انا قد المسؤوليه، وعارف ان انا اقدر اربي ولادي لوحدي زي ما بقول في كل فيديو. وحاجه زي ديت لا تعيب في ولادي ولا تعيب فيا. انا فعلا لما بقولها مش ما اقصدش ايا كان، انا اقصد ان انا احمد ربنا على النعمه اللي انا فيها، وان غيري ما يخافش. المسؤوليه يا جماعه ما ينفعش نتهرب منها. الا ان انتي يعني عارفه يعني ايه، ازاي تكوني عايزه تحسي بالامان وما انتش عارفه تحسيه. طبعا انا مش عايزه اوصل الاحساس ده لاولادي، فانا مصدر الامان بعد ربنا. انا مصدر كل حاجه لهم حلوه. يعني انا ستر الحنين، انا كل حاجه بالنسبه لهم. انما انا بقى انا اتكلم عن نفسي، انا ليا ربنا، انا ليا ربنا. ربنا موجود يعيني ويقويني، وربنا يخلي الناس اللي بتحبني واللي انا بحبهم، خلي جيراني، خلي الناس الحلوه اللي في بلدي اللي بتحبني وبتعزني، من غير ما يكون ليا معاهم سبب معرفه. يمكن اللي انا قريبه منه قوي قوي، يمكن الناس اللي انا عشت في خدمتهم، والناس اللي انا اعرفهم، والناس اللي انا قريبه منهم، دول اول ناس كانوا يبعدوا عني، او اول ناس يتكلموا في حقي. انما في ناس انا ما اعرفهاش الحمد لله. وانا بخاف ربنا قوي قوي، كل اللي اقدر اقوله لكم. وعمري الحمد لله الحمد لله طول عمري ماشيه بما يرضي الله، طول عمري ماشيه بما يرضي الله. مش عايزه اطول عليكم، انا هوريكم المحشي بقى احنا بنغرفه وكده.
بعدين في مفاجأة بقى ان محدش يعرف عادل ابني. انا صحيح يوميات ام عادل، مخبوزات ام عادل، بس محدش يعرف ابني عادل سنه كام. طبعا انا مش عايزه اقول عشان ما اكبرش نفسي. فخليها مفاجأة، مع الايام هتشوفوا عادل، مع الايام هتعرفوه. هو النهارده منه بقى معانا على الغدا، انا محتفلة بيه لان هو يعني مش عايزه اقول بقى ان هو ايه، يعني ببقى اكتر اوقات ما بقدرش معانا، بيروح شغله وكده. ربنا يصلح حالكم. كل اللي يسمع الفيديو ده ويشوفه ويسمع لي ويدعي لي ويدعي لاولادي ويدعي لابني ان ربنا يحميه ويصلح له حاله وينجيه من كل شر، لان ابني ده هو سندي وظهري بعد ربنا. ربنا يخلي لكم يا رب، ويخلي الكل من كيه، ويصلح لكم حالكم وحالنا. عشان كده قلت احتفل النهارده باننا يوم الجمعه مع بعض ملمومين، ان انا اعمل حاجه زي كده مهما يكون الحياه اسيه. انا طبعا مانيش قادره ان انا اطلع لكم في احسن حاجه وابين لكم احسن حاجه، او ان انا اشتغل بس يا كوكو في يعني حاجات احدث حاجه. فانا ست بسيطه وعلى قدي بقدر اوصل لكم، وادعوا لي ان ربنا معايا، واسيبكم على خير. ويا ريت اتمنى 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 ان انتوا تكونوا جنبي وتيجوا تتغدوا معايا. اعمل الترند؟ لا والله فكره حلوه، ما تقلقوش. خدي وائل ولا مش ترند، لا ترند ولا ايه، ولا مش ايه. روحي الشرب يا منال يلا. بسم الله ما شاء الله. في تليفون ده بس ايه حكايه ما شاء الله. اتفضلوا معانا، والله العظيم محشي جميل. قربوا الكاميرا كده بس الدخانه ما شاء الله، حاجه كده جميله. يلا نهار الشرب يا منال. تعالى